تعمل ايه في 5 ايام في شرم الشيخ؟ دلوقتي احسن وقت تسافروا فيه شرم الشيخ عشان الجو حلو ولسه مش حر قوي. واول حاجه لازم تعملوها ان انتوا تروحوا اكتر كافيه مشهور هناك وهو فرشه مقسوم نصين لبيتش لاونج وماونتن لاونج. تذكره دخول البيتش لاونج 100 جنيه، والمكان بجد مختلف وفي حته حلوه قوي على البحر في شرم الشيخ. اما بقى الماونتن لاونج فهو ده المكان المشهور جدا. خليني اقول لكم ازاي ممكن تيجوا المكان ده وتعرفوا تخشوا، علشان احنا جينا مرتين. اول مره معرفناش نيجي. مبدئيا هو مكان ما فيهوش اي حجز، بس عشان تيجوا في الوقت اللي الناس كلها بتعمل فيه ترندز محتاجين تيجوا الساعه 5 وتقدروا مستنيين لحد الساعه 8. لو جيتوا الساعه 5 هتخشوا على طول، لو جيتوا بعد كده انسوا بقى. المكان بصراحة حلو جدا، بالذات بالليل لما الأنوار كلها بتبقى حمراء بيكون الأتموسفير مختلف جدا عن أي مكان تاني ممكن تروحوه، وما فيهوش أي مينيمم تشارج، فتقدروا تروحوا وتشربوا حاجة وتنبسطوا بالفايب. تاني مكان واللي الناس كلها بتيجي من كل حتة في العالم عشان تشوفه هو راس محمد. محمية راس محمد هي نقطة التقاء خليج السويس وخليج العقبة، وفيها أكتر من 200 نوع من الشعاب المرجانية، فطبعا ده معناه إنه أحلى دايفنج وسنوركلينج ممكن تعملوه هناك. المحمية بتفتح من الساعة 8 الصبح وبتقفل الساعة 4، وتذكرة الدخول للمصريين 35 جنيه. وتالت حاجة لازم تعملوها إن انتوا تزوروا جامع الصحابة. تعالوا اقول لكم ازاي تيجوا الجامع المشهور جدا وهو جامع الصحابه في شرم الشيخ. اولا مكانه في السوق القديم في شرم الشيخ، والجامع مش مفتوح في كل الاوقات، هو مفتوح في سلوتس معينه في اليوم، زي من 9 ل 11 ومن 6 ل 9، بس أنصحكم لما تروحوا هناك تتأكدوا من المواعيد برضو. وانتوا في شرم الشيخ ما ينفعش يفوتكوا الأسواق اللي هناك، وأشهر 2 هم السوق القديم وسوهو سكوير. والحقيقة التمشية بس في شوارع شرم الشيخ بقت حلوة جدا لأن البلد طورت جدا. كمان عايزه اشير معاكم صوت قد ايه انا مبسوطه وعاجبني التطورات اللي في شرم الشيخ. انا از ماركتير مبسوطه جدا جدا باللوجو بتاع شرم الشيخ. هم عاملين بلند ما بين كلمه شرم بالانجلش وشرم بالعربي، وحاطين اللوجو اس والشين الاتنين فوق بعض. very creative. تحيه على الايجنسي اللي عملته او على الفكره، وموجوده بقى في كل حته، حتى على الباسكت الزباله موجوده، على التاكسي، كل حاجه منظمه جدا وويل براندد. وخلاص اللي هو انا اللوجو من كتر ما هو يونيك انا دخل دماغي، لو شفت اللوجو ده بعد كده انا هبقى عارفه ان ده شرم الشيخ. واخر حاجه لازم تعملوها وانتوا في شرم الشيخ ان انتوا تجربوا الدايفنج. شرم الشيخ واحده من اقوى الدايف ديستنيشنز اللي موجوده في العالم، فما ينفعش تكونوا هناك وما تجربوش تعوموا مع التيرتلز. في دايفنج سنترز كتيره قوي موجوده في شرم الشيخ، ودي من اكتر الحاجات اللي انا كنت بحتار قبل ما اروح اختار السنتر بتاعي، فعشان كده حطيت لكم اسم السنتر اللي انا رحت له في الديسكريبشن بوكس. بصراحه هم كويسين جدا واسعارهم احسن بكتير من بقيه السنترز، لان هتلاقوا معظم الحاجات بتاعه الدايفنج بتتسعر باليورو. وكمان الدايفنج انستراكتور اسمه شاركي، لذيذ جدا وفهمنا كل حاجه، وكانت بجد دايف لذيذه قوي قوي. واكتبوا لي في الكومنتس لو عندكم اي حاجه تانية المفروض اعملها في رحلتي اللي جايه في شرم الشيخ.